صباح الخير والسرور والتفاؤل والرضا والنفسية الحلوة والسهر والأمومة والمسؤولية وحاجات كتير قوي. يلا نعمل قهوة قبل ما نصحي الكتاكيت عشان اشربها وانا في حالة من الهدوء واعرف الكوباية رايحة فين وجاية منين. ف استنوا احضر الحاجة وارجع لكم تاني. حضرت المج الجميل، اديته شطفة، والمضرب بتاعي اخيرا اخدت مضرب ليا. طبعا انا هحلي بالعسل. عايزه اتكلم معاكم شويه كده، مش عارفه، حاسه جوايا حاسه جوايا كلام كتير عايزه اتكلم فيه معاكم. انتوا وحشيني قوي. ربنا يجعل ايامنا كلها افراح وهنا وسرور يا رب، وسعاده وتفاؤل وخير، وكفينا شر الحاجات الوحشه كلها يعديها على خير حتى لو هي موجوده. الفتره اللي فاتت كانت عندي مناسبه، كان ابن عمي بيتجوز، وبالمناسبه ابن عمي هو كمان برضو اخو جوزي، لان انا متجوزه ابن عمي اللي ما يعرفش. تمام جدا. فكان فيها شويه لعبكه سهر، حتى العيال كانت بتسهر، عيالي اللي كنت بتفشخر وبقول لا انا مظبطه نوم، انا مش عارف ايه. لا يا جماعه، في ناس بتشوف كل حاجه بسيطه كبيره. يعني هي مش عارفه تظبط نوم ولادها، هتنبر عليكي وتتكلم عليكي بطريقه مش حلوه. والله انا شفت الموضوع ده عملي يا اختي، ومش يا اختي كانت طريقه كده، والله كانت مضحكه في الاول بالنسبه لي، بس لما حصل العكس مع العيال ولقيت العيال لا في نوم مظبوط ولا في سمعان كلام. فيا جماعه بالله عليكم بالله عليكم، لما تشوفوا حاجه قولوا ما شاء الله، تدخلوا بيت حد تتعاملوا معاه بيعجبكم شخصيته كلامه طريقته حلاوته روحه الحلوه فقولوا ما شاء الله. وبالنسبه للناس اللي تقولي المقاطعه، للاسف انا عندي حبه منهم. فصراحه انا زي ام مصريه، اي ام مصريه في الدنيا اخلص اللي هكمل عندي. كنت راكناهم لما كنت بقدر اجيب من بره وكده، بس مش على طول ببقى قادره ان انا انزل واجيب وحاجات كده. كيس القهوه احط له بقى بق ميه، واحط له شويه عسل للتحليه. والتحليه ده شيء نسبي، انا حاليا بفضل المراره جدا، بس دلوقتي عشان هعمله سخن ف الديك بيصبح عليكم. ده ديك زوجي العزيز. فمؤخرا بقيت بحب الحاجه مره اكتر، بستمتع بكل حاجه على طبيعتها. المحليات بحسها زي الفلاتر، بتغير كل حاجه. يعني هضرب دقيقه وارجع لكم. قولوا ما شاء الله على اي حاجه، قولوا الله اكبر، خليكم ذاكرين، خلي لسانكم دايما عاطر بذكر الله والكلام الحلو، اكسروا سم عينيكم. شفتي واحده مرتاحه من وجهه نظرك، مش من وجهه نظري خالص، قولي ربنا يبارك لها، قولي ربنا يزيدها، قولي اي كلمه حلوه تكسري سم نفسك، علشان ما توصليش لمرحله الحقد، الكره، كره الخير للغير. معاها ولاد وانا لا، معاها فلوس وانا لا، جوزها بيريحها وبيحبها وبيدلعها وبيجيب لها ويسوي لها وانا لا. طب ما انا عندي حاجات تانية. طب ما انا بص على اللي ما عندهاش، اللي تعبانه، اللي متمرمطه ورا ولادها، اللي ولادها ما بيسمعوش كلامها، حاجات كتير احنا في غفله عنها. فخليكم دايما عارفين ان كل واحد فينا واخد 24 قيراط، واخدهم طول وعرض، ذرية، صحة، مال، حب الناس، ستر، حاجات كتير ربنا مقسمها حسب اللي يناسبك انت او انت، لان انت شخص كامل ناضج فاهم. فما تستكتريش حاجة على حد، زي ما انت ما تحبيش حد يستكتر عليك حاجتك. هم ما يعرفوش انا عملت ايه عشان اوصل لها، وانت ما تعرفيش هم عملوا ايه، ما تعرفيش هم ايه اللي حصل معاهم عشان يوصلوا للمرحلة دي. تمام. فخلينا نكون ناس صفية من جوه، صافية من جوه،
نقية بجد، نقابل ربنا واحنا نضاف، لا حاسدين ولا كارهين ولا شايلين من حد. سامح. ولا حاجة من الحاجات اللي زعلتني لما شفت حد زعلان من حد بيقولوا له طب لو هو بيموت مش هتسامحه؟ قال لا، ده ربنا بيسامح، احنا مش هنسامح. فمن عفا واصلح فاجره على الله. تدبروا وافهموا الكلام رايح فين. الوعي، النضج، القراءة. السوشيال ميديا دلوقتي زي السكينة، يا تستخدميها يا تذبحي بيها حاجة، يا تقطعي بيها خضار وتحضري بيها السلطة. فحرفيا يا تتابعي وتسمعي حاجات تغير من نفسيتك وتطلعك خطوتين و3 و10 لقدام، يملاش منه التليفون اللي في ايدك ده، اللي حرفيا عامل زي ايه، والله ما عارفه، عامل زي المغناطيس، شافط منك كل وقتك وانت مش مستفاده حاجه. فلا، كوني جميله، كوني نظيفه، ما تهتميش بس ببشرتك ازاي تكون نظيفه ونقيه، اهتمي بنفسك من جوه، لان اللي الدواخل يعلم بيها اللي خلق الكون وخلق التفاصيل اللي انت بتستكتريها على ناس. انا اعرف حد كان بيقول دايما قصة على حد نفسه في ذرية، الذرية دي كان ربنا ما كتبلوش ذرية، فكان دايما يدعي ويقول يعني حتى لو الطفل مجنون، ففضل سنين ويتمنى من الناس يدعوله حتى لو ربنا رزقه بطفل مجنون. ففعلا بعد سنين كتير من الالحاح والزن ربنا كرمه بطفل، وفعلا الطفل ده كان فيه سمات كده ان العقل مش مكتمل بصورة طبيعية. فكان طبعا هو كان الشخص ده، الراجل ده كان كبر في السن، فكان تعب واتمرمط، اما هو طفل بقى، فالتعامل معاه كان صعب. فكان بدل ما كان بيتمناه اتعكست الآية، وكان بيجري ورا الناس يقول لهم ادعوا لي ربنا ياخده ويريحني. فالناس بتقول له ازاي ده بس حي، هيكبر ومش هيكبر مش عارف ايه. لا لا، انا مش عايزه، انا مش خلاص، انا تعبت، انا زهقت، انا مش عارف ايه. نسيت القهوه وخدني الكلام معاكم. فاولا واخيرا اكسروا عن اسم نفسكم، قولي ما شاء الله، قولي اي كلمه، قولي اي كلمه تقنعي نفسك بيها، تخلي نفسك في حاله من الرضا والتفاهم والتسامح وكرم الاخلاق، كرم التربيه. وري نفسك ان انت شخص مش حقود، مش غلاوي، مش كاره للخير. صدقي ده عشان الناس تصدقوا فيكي. ما احنا مش هنقعد نقول ان الناس ازاي شايفانا وحشين، احنا كويسين جدا. انت كويسه بالنسبه لنفسك لان انت شايفه نفسك كويسه، بس ما تعمليش قدام الناس كويس. فصلوا على النبي كتير، صباحكم خير وهنا وسرور وسعاده وتفاؤل وكل حاجه حلوه، وربنا يرزقكم الرضا، وبحق لا اله الا الله يجبر بخاطركم ويطيب قلوبكم الطاهره الصافيه النظيفه. صباح التفاؤل.